في المخيم العائد إلى بعثة الحج السودانية. الجدير بالذكر أن نائب وزير الصحة السعودي قدم شكره إلى بعثة الحج السودانية على ما قدمته في حادثة تدافع منى. سنقابل أيضا حاج سوداني آخر كان موجود في يوم الحادثة. أهلا بك حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثني عن مشاهداتك في يوم الحادثة، في حادثة تدافع الحجاج في منى. التدافع كان كبير والإصابات كانت كبيرة والنفرة كانت تلقائية من الحجيج السودانيين، لم يوجههم أحد ولم يأمرهم أحد، وإنما بتلقاء نفسهم نفروا إلى مكان الحادث الذي كان في ذات الشارع للبعثة السودانية، والكل بدأ يعمل في خلال المصابين والجرحى، وأخلي المعسكر من الحجاج لإيواء المصابين وتقديم المساعدة الممكنة الأولية لهم حتى تأتي الجهات المعنية الصحية وتباشر عملها. الكل ساهم مساهمات فعالة تلقائية، نفرة بالنخوة الإسلامية والروح الأخوية، وتم كل الترتيب في همة عالية، لا أحد هنالك يتفرج أبدا، وإنما الكل يعمل وينقذ الأرواح ويسقي الماء ويحمل المصابين إن شاء الله. شكرا جزيلا على رأيك. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا المكان فعلا مركزا للطوارئ ومستشفى ميدانيا. هذا المخيم يقع على شارع 204 بالتقاطع مع شارع 223، وهو مكان الحادثة. كان معكم من مخيم بعثة الحج السودانية في منى عبد الرحمن العصيمي، العربية.